الآن تحرك بدون كرة ممتاز، والعرضية داخل منطقة الجزاء. الكرة لا زالت خطيرة، لا زالت خطيرة، يحاول فيها شيركو كريم. شيركو كريم رأسية، هدف أول، هدف أول. زاخو ينجح في تسجيل أول أهداف المباراة عن طريق روستام. عرضية ممتازة من شيركو كريم، وهدف أول لزاخو في الدقيقة 29 من زمن هذا الشوط الأول. بعد مرور نصف ساعة ينجح زاخو في الوصول إلى مرمى سترا ويتقدم برأسية آسو روستام، وبالتالي هدف أول لمصلحة زاخو العراقي. زاخو يتقدم بالهدف الأول. إذن هدف مقابل لا شيء. شوف العرضية ممتازة، والرأسية كانت صعبة على حارس المرمى حبيب، وبالتالي هدف أول مستحق لمصلحة زاخو العراقي، لمصلحة زاخو العراقي. شوف الكرة كانت في زاوية صعبة، يسجل من خلال زاخو أول أهداف المباراة، يسجل من خلالها زاخو أول أهداف المباراة. كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة، مش ممكن. هدف ثاني، هدف ثاني. أمجد عطوان يسجل ثاني أهداف زاخو. أمجد عطوان يسجل ثاني أهداف زاخو في هذا التوقيت، وتقدم مثالي لزاخو العراقي، الفريق الذي يريد قمة هذه المجموعة الأولى. يتقدم بالهدف الثاني، وتبدأ الاحتفالات في استاد زاخو بهذا الهدف. يسجل أمجد عطوان، يسجل أمجد عطوان هدف ثاني في توقيت مهم جدا. هذا ما كان يبحث عنه أيوب أوديشو مع انطلاقة الشوط الثاني. شوف الكرة والتمرير لم يكن متسلل، ينجح في المرور ويكسر التسلل ويضع الكرة في الشباك، ويتقدم بهدف مقابل لا شيء. يتقدم بهدف مقابل لا شيء أمجد عطوان، أمجد عطوان، وهدف ثاني لمصلحة زاخو العراقي. هدف ثاني لمصلحة زاخو. الفارق يقلص الفارق، هل يقلص الفارق؟ كرة لسترا في الناحية اليمنى، وصلت الآن في هذا التوقيت مرور ممتاز وتقدم كرة عرضية خطيرة، مش ممكن. هدف أول، سترا يفعلها ويسجل هدفه الأول في هذا اللقاء. تصبح النتيجة 2-1، تصبح النتيجة 2-1. يسجل برونو هدف أول لمصلحة سترا البحريني. جملة ممتازة، تمريرات، وصل بعد ذلك وسجل هدف أول فريق سترا البحريني عن طريق برونو. عن طريق برونو يسجل سترا ويصل إلى مرمى زاخو في هذا التوقيت، وهدف ربما كان متوقع في هذا الشوط طبعا أنه يظهر بشكل أفضل حقيقة سترا في هذا الشوط الثاني. ركلة جزاء لزاخو. أمجد عطوان، أمجد عطوان، ركلة جزاء في مواجهة يوسف حبيب. أمجد سجل هدف ثاني. أمجد عطوان هدف ثالث. سيستمر زاخو في قمة هذه المجموعة، في المجموعة الأولى، ويلتقي الشباب السعودي في نصف النهائي. أمجد عطوان يتقدم، أمجد في المرمى يسجل هدف ثالث لزاخو. بيخلصها زاخو تماما هنا في استاد زاخو. 3-1. يتقدم زاخو على سترا البحريني ويستمر في قمة هذه المجموعة الأولى. إذن 3-1، أداء ونتيجة، أداء ونتيجة، أداء ونتيجة.
أمجد عطوان يسجل هدف ثالث الآن لمصلحة زاخو العراقي. شوف الكرة على يمين الحارس والحارس في الجهة الأخرى، إذن ثلاثية لزاخو في شباك سترة البحريني. اللاعب اليمني على تنفيذ ضربة الجزاء، أيضا 3 دقائق في مسألة تنفيذ ضربة الجزاء. عبد الواسع المطري يتقدم الآن، عبد الواسع يتقدم، يسجل هدف ثاني لسترة، يسجل هدف ثاني لسترة البحريني. وفي هذه اللحظات تنتهي المباراة بفوز زاخو على سترة 3-2. إذن سترة بدون أي انتصار في هذه البطولة، وزاخو في قمة الترتيب يتأهل كمتصدر لمواجهة الشباب السعودي في نصف النهائي، والقادسية الكويتي سيكون في مواجهة الريان القطري. مشاهدينا الكرام، نلتقي في مناسبات قادمة، تحياتي والى اللقاء.